السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، بارطاجيو على السريع في الفيسبوك. ما شاء الله، تحياتي للجميع. طيب، كوبيار لاسي. صحيت خونا كريم الحراشي، عز الدين البيشور، حاولوا بارطاجيو وربي يجازيكم. راح نحاولوا نديروا لايف، نستضيف ان شاء الله الاخت ليندا العرباوي. ما نعرفلوش مليح تيك توك، لكن سامحوني دقيقة فقط ننشر في لو ليان في اليوتيوب، دقيقة ونرجع. ما شاء الله ما شاء الله. تحياتنا للجميع، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين الفاسدين الفاسقين. ثم أما بعد، خاوتنا وأحبابنا وجيراننا وأصحابنا وأصدقائنا القدماء الجدد حيثما كنتم داخل وخارج الوطن، يا معشر المهاجرين والأنصار، حياكم الله جميعا. والله حبينا نجربوا هذا اللايف في التيك توك، وإن شاء الله ننتظر الأخت ليندا العرباوي تدخل، ربما تبعث لنا ميساج ولا باش نطلعوها. إن شاء الله تكون أموركم طيبة وتكونوا لاباس، وأنتيك ودوتيك وترواتيك، وإذا كنتم أنتم أنتيك فنحن كذلك نكون أنتيك. وعليكم السلام ورحمة الله. الأخ بدر الدين من المدية. انت اللي درت لي اختار ملاحظة على، قلت لي ما تلبسش الأبيض في التيك توك، أنا جيت لبست الأسود باش تبان التعليقات مليح، فعندك الحق. الأخ أحمد كارديولوج، تحياتي ليك، أنت اللي راك تبارطاجينا، رانا نشوفه كذلك. التيك توك يبيع كلش، الله يجازيك في ميزان حسناتك إن شاء الله. يلا بارطاجيونا إن شاء الله اللايف. ننتظروا الأخت ليندا العرباوي تبعث لنا رسالة هنا باش نشوفوا كيف نطلعوها. نحكيو على أمر يعني حدث قبل دقائق معدودات، بسم الله، أو ساعة تقريبا. راكو عارفين التيك توك كيما الفيسبوك يقلب الكاميرا، فهذه يمنايا وأنتم ترونها يسرى. المهم، حسن ما شاء الله. عز الدين البيشور، تحياتي ليك. يعني وردنا قبل قليل نبأ على أن ماكرون حل البرلمان الفرنسي ودعا إلى انتخابات تشريعية يوم 30 جوان، وقيل الله أعلم 7 جويي، يعني بريمي تور دوزيام تور. مع راهي الأمور عندهم شوية مشنترة، الطرق مغلوقة، الألعاب الأولمبية، فوز اليمين المتطرف اليوم في الانتخابات تاع الاتحاد الأوروبي. حسن تحياتي لك. فكل هذه الأمور ننتظر إن شاء الله الأخت فقط، نشوفوا إذا بعثت لنا رسالة. المفروض تدخل شوية، بدأت تدخل. يوسف الجيري، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زوزو، تحياتي ليك الأخ زوزو أو الأخت، الله أعلم، أكدوا لنا إذا كان أخ ولا أخت. صح، فطور الصائمين والناس المجاهدين اللي راهم يعني يكثروا من الأعمال الصالحة في هذا العشر. Préparez-vous à une guerre civile dans peu de temps alors quittez la France.
يا اخي لا تشنترت راح تشنتر كاع. المهم قلنا عمروا الباطا، يكون عندكم ايمان واعمال صالحه باش تقابلوا الله عز وجل. عبد الله تحياتي ليك، ما شاء الله. انت هو القديم خونا بدر الدين، تحياتي ليك، ربي يجازيك ما شاء الله، يبارك لك في اهلك. الله يجازيك الاخ فاتح فاتح. والله ما ادري، دقيقه نشوف الاخت ليندا العرباوي. نشوفها فقط. انت سبيتونا في رمضان في العشر الاوائل من ذي الحجه، يا اخي في دارك. انا ولا نقابلك بالابتسامه اخي الكريم، لانه معركتي ليست معك. والله علمتنا مواقع التواصل الاجتماعي صبر ايوب عليه السلام. ننتظر في الاخت ليندا تبعث لنا ان شاء الله. على بالي بلي تيك توك فيه المهابل بزاف والمصوتين، بصح كون باش نعاود زعما نحب نرجع لك الصرف، والله غير نوجعك. وبلا ما نسبك، بلا ما نخرج كاع، بلا متوضي يعني. على بالي بلي تعاود طيح تروشوتي، تروح تاكل كاشي، تروح تشوف الطبيب تاعك، لكن قابلوكم بالابتسامة ان شاء الله. والله ما ادري اذا كان تخرج لنا الاخت ليندا انفيتاسيون. نور الدين عز الدين. اوكي 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 اوكي. طيب انا ننفيتيها، الله اعلم، انا نبعث لها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. انت كيف حالك؟ لاباس؟ الحمد لله الحمد لله. والله ما نعرف لو على التيك توك، يعني دخلت هكذا في واحد العفسه لقيت. ماكرون خرج بخرجة. اه تفضلي تفضلي. قلت لك ماكرون خرج لنا بخرجة شابة. هل انت في صالحنا ولا جوستومون حبيتك تعلقي انتيا باسكو على بالك واش كاين في المرميطه؟ لانه بعض الناس ربما ما همش فاهمين، فلهذا ماذا بك تنورينا، ربي يجازيك. نطلع شوية للوراء. نهار كان شيراك نعم دار لا ميم شوز مع لاسومبلي، نعم ماشي مع الى ديسو لاسومبلي. الناس كامل خرجت تكريتيكي. واش كي شيراك كي دارها سألوه واحد السؤال، هو عطى لهم جواب غريب. قال لهم ما تنساوش انه في كل بورتموني تاع فرنسي كاينه دراهم جايه من افريقيا. وجا نعم الجزائر وحاول يغير السياسه الفرنسيه مع الجزائر، باش يغيرها مع افريقيا لازم يغير فيها مع الجزائر. ماكرون راهو حاول، انا هذا في ضمني وراني نتبع فيه. نهار اللي عطانا يعني لوكازيون باش الجزائر تغلق المجال الجوي لفرنسا، نعم للجيش الفرنسي. ماكرون اللي طالنا واش خرج قال لك هل كانت امه واسمها يعني امه جزائريه، هذاك مشات في صالحنا. ماكرون نهار مشى الجزائر، شهر من بعد راحت كاع الحكومه عاودوا راحوا مع كورونا. الا شفيتو راح سينيا عتوي تاع الغاز هذاك اللي نعاودها. روحوا حققوا يعني لي غوا دو غاز في افريقيا من غير الجزائر هي فرنسا توتال اللي عندها هذوك المشاريع. والولايات المتحده مع المراريك ومع الصهيون راهم يعطلوا في هذاك المشروع اللي باش يجوز على الجزائر. حوسوا يجيبوه على 15 14 بلاد هذاك باش يعطلوا يعني المصالح الفرنسيه. ماكرون راهو حاوس يتخلص من الجمهوريه الخامسه. علاش يدير النش ومن بعد يجبد روحو؟
ماكرون واش دار نهار بدات الحرب في اوكرانيا؟ هو اول واحد في اوروبا اللي عيط لشولز للالماني وعيط للايطالي قبل ما تجي جورجيا ميلوني، كان راجل في مكانها، مشاو لعند بوتين وضغطوا على زيلينسكي، وياك بوتين اكدها، قال لك زيلينسكي جاز الاتفاقيات، غدوه من داك جاه الانجليزي بوريس جونسون وقلب لهم كامل الدعوه. ماكرون راه يخدم صالح بلادو. ماكرون كي قال انا مانيش يعني من هذاك لا جينيراسيون اللي عاشت الحرب تاع الجزائر، ما عندي حتى علاقه مع هذا يعني الاستعمار وكامل، لازم ندوروا الصفحه، نديروا صفحه جديده. انا في ظني كان يعني كان سانسير في هذيك اللي اكدها لي هو الرئيس تبون. سئل رئيس تبون وش جاوب؟ قال ماكرون يعني كي نشوفوا الاخرين هو احسن واحد في اللي جازوا في فرنسا كامل، بعلم ان شيراك كان حاول ومن تماك اللي سقطت الدوغوليه. باش نولي الدوغوليه يعني عندها علاقه واش صار اليوم، كيما الناصريه، كاين جمال عبد الناصر وكاين الناصريه، كاين دوغوليه وكاين دوغول في المخطط تاعو واش كان يدير وشكون اللي حطو وشكون اللي داروا في الانجليز في وقت الحرب، لانه الصهيونيه راهي متعمقه في الحرب العالميه الثانيه، هي اللي عملتها كيما عملت الحرب العالميه الاولى. دوغول كان في العشرينات من القرن الماضي، كان في ارض فلسطين. اني بعثت لك اللي كتباتو لا فونداسيون دوغول، ما كتباتوش الجزائر، هذاك التقرير ما كتباتو فونداسيون، قراه مليح واحد يقراه يعني يتعمق فيه يشوف شكون اللي خلق الكيان. فرنسا في وقت الحرب واش كانت تدير؟ كانت تتسلح في فلسطين، تسلح في الهاغانا والهاراغون، فرنسا اللي سلحتهم ماهيش الانجليز، هي اللي طرد الانجليز وباش يقعد ليها يد في فلسطين مع الصهيون مع الكيان. فرنسا ضغطت على الانجليز باش يخلقوا هذا الكيان، لكن اللي سهل واللي عطى دراهم واللي دار كل الامكانيات هي في فرنسا تاع دوغول بنفسه كان تماك. باش الناس تفهم واش العلاقه، نهار بدات الحرب تاع الجزائر جابوا شكون؟ جابوا دوغول، واليد تاع الصهيونيه في الجزائر بدات في 1951 لا مان روج اللي كان فيها اونريكو ماسياس، واللي كانت تقتل في الجزائريين باش تخوف اليهود وتديهم للكيان يعمروه. نعم. يعني لي جينيرو تاعنا ذاك كانوا كامل يعني ينتموا للصهيونيه العالميه، يقول الاخ ابو سلمى شوف مليح، صار الجيش الفرنسي اللي راه عندنا درك اللي راه يتبع هو العقيده تاعو، العقيده تاع بونابرت، نابليون بونابرت. اول من كتب، وكاين اول وثيقه اللي خرجت في هذا العالم اللي مكتوب فيها دوله للكيان وفي فلسطين هو نابليون بونابرت. يعني الصهيونيه كي دارت الانقلاب على ملك فرنسا قعدت خلات 30 سنه وفرنسا تتخبط في لا كونستيتيونت ومرحله انتقاليه وحرب اهليه، من بعد هي اللي جابت لهم نابليون ودارت لهم الجيش الفرنسي عنده عقيده صهيونيه استعماريه، والكيان راه صهيوني استعماري. نعم. الجيش المصري نعم الأخرين يعني هذا حل البرلمان اليوم الأحد، يعني ليس يوم يعني دوك باش نكمل يعني ما تروحليش الفكرة. حل البرلمان لازم يدفع الجيش الشعب الفرنسي باش يخرج من هذه الجمهورية. علاش بديت نحكي على دوغول؟ يعني نوصل 1958 كي كانت الحرب مع الجزائر وكانت حرب داروس، ومن بعد روسيا كانت الصين استعرفت بالمرحله يعني الغوفرنمون تاع الجزائر بروفيزوار هذاك الوقت. بدات امريكا تشوف الاحوال مع الجزائر كي وين رايحه، الجزائريين هادو يحبسوا ولا ما يحبسوش. الهند كانت تدافع علينا بقوه، والهند هي اللي دارت عدم الانحياز، دول عدم الانحياز. بدات يوغوسلافيا تسلح فينا وتساعد فينا،
كي شافوا هذاك الشيء جابوا دوغول الصهيوني ديالهم، كسر الجمهورية الرابعة باش تخلقت الجمهورية الخامسة اللي راهي جمهورية صهيونية استعمارية حربية. والدستور الفرنسي مازالوا على حاله. في الجزائر يعني مثلا كل 10 سنين 15 سنة نبدلوا الدستور، لأنه الأحوال تتبدل. شوف الدستور اللي بدلناه، لو كان ما بدلناهش اليوم هذاك التويو تاع الغاز اللي يجوز على النيجر هو الجيش الجزائري اللي هو رايح يعسو. لو كان ما بدلناش الدستور الجيش الجزائري ما يقدرش يروح يعس الحاجه اللي راهي يعني تخصنا. راح فرنسا تقول لك انا نعسو، قالتها لا، المانيا قالت انا نعسو، ونعطوا لهم يعني لا بوسيبيليتي باش يقعدوا في افريقيا لهاد الجيوش. يعني الدستور او تغيروا بزاف حاجات فيه، لانه الجيوسياسيه العالميه تغيرت. فرنسا مازالها على الدستور تاع 58، مازالها على حكومه تاع هاد الجمهوريه الخامسه تاع 58 اللي تخلقت في وقت حرب، وتخلقت من الناس اللي كانوا يديروا في الحرب من عند جنرالات لازم يخرجوا منها، وتخلقت من عند صهيون اللي كانوا يدافعوا على الجزائر الفرنسيه باش هما يستولوا عليها. عندهم يد كبيره في يعني واش داروا في الجزائر، داروا بزاف الامور. لو كان نشوفوا الصهيونيه كيفاش تامرت على الجزائريين وحاولت تطرد فرنسا باش هي تجي لعندها تستعمرنا هي. يديروا لنا اكثر. علاش دخل فيها المروكي ودخل فيها التونسي ودخل فيها المصري، دخلوا فيها كامل. والحاجه اللي دارتها مليح يعني الثوره تاعنا اللي داروا الثوار هذوك، حتى وكانوا متخاصمين بيناتهم ما خلاوش هذيك الحرب وهذيك الدماء تروح لهم، قعدوا او يد الحق ما خلاوش هذيك الدماء تروح هاجر. يعني هذا واش صاري باش نخليك تروح باش ماشي عندنا احنا العيشه مازال، العيشه مازال اخت ليندا. احنا عندنا يد أوي. ماشي عندنا احنا مازالت عندنا 50 دقيقه للعيشه. واش تسمع في الاذان عندكم في البلاد؟ صح. وعندي قدامي برك جامعه هنا. صح. لا مازال عندنا 50 دقيقه. احنا هذا هو المغرب، هذا ما عندناش من با 20 مينوت لا نص ساعه المغرب. الاخت ليندا، هذا القناه تاعك تاع التيك توك راكي تجتهدي فيها ولا حاطتها يعني كما نقولوا؟ شوف الاخ ابو سلمى، انا ندخل مع الناس هكا، انا باش نفتح لايف ما نفتحش. داك انا باش نقول لهم يديروا لك ابينو باش نفتح عندي يعني ابينو ربي يرزقو زوجه وبومبينو ان شاء الله. دوك نقول لك علاش. انا اليوم بعثت لك والله يعني حاجه مليحه الواحد يروح يشوفها، حتى ودارتها العربيه، قناه العربيه. راهي استدعات واحد روسي، مؤرخ روسي، وهو اللي دار الاستراتيجيه الروسيه بعد سقوط الاتحاد السوفيتي. مليح واحد يروح يسمع التاريخ من الوثائق، والتاريخ من عند واحد اللي يعني اللي ما عنده لا نقه ولا جمال باش يكذب، ويحكي عن الاستراتيجيه الروسيه مع البلدان المسلمه مع افريقيا، كيفاش يعني اسس لها هذه الامور كامل. يعني هذه كاع باش نولي لك والله ما عندي الوقت، يعني باش انا نفتح لايف كي يكون عندي الوقت راني معاكم. ما يهمش، المهم نبقاو كيما قالوا هذوك في رحبه، ومن بعد عم يديروا لك ابينو. المهم راه تاعنا ما شاء الله بدر الدين الاخ احمد. ثاني حاجه شوف هذوك التلفازات الافريقيه اللي نخدم معاهم هما ما يفهموش العربيه، وعندهم ثقه في الصحافه العربيه والصحافه اليوغوسلافيه. لا هذا الصيف غير وجدي روحك، يعني راح نديروا بزاف لقاءات ان شاء الله. راني نستنى فط الاولاد يدوا عطله ونتفرغ ونعودوا بين التيك توك واليوتيوب. الفيسبوك خلاص بالنسبه لي انتهى، لانه حضروني ما حطوني في الليست نوار، ما هوش يطلع نهائيا. الاخت ليندا والله غير يعني سؤالي فقط، ما علاقه هذا الامر بفوز يعني اليمين الفرنسي بالاغلبيه الساحقه الان؟ كانت انتخابات اوروبيه، واليوم الاحد يعني ما كاش قادر يستنى غدوه الاثنين اول يوم في الاسبوع يعني. لا تيجي تضرب كي يكون سخون. شوف كاين امر اللي الناس تتجاهلوا. مارين لو بان نهار بدات تدير فايت وجات تبيع يعني الممتلكات ديال
الحزب ديالها كانت راح تبيعهم اللي جايين في المحافظه 92. شكون اللي عطى لها دراهم باش قعدت؟ عطاه لها بوتين اللي ساعدها. هاد العقليه الاستعماريه الصهيونيه راهي متطرفه، هي اليمين المتطرف. شكون اللي يقتل في الناس؟ علاش قلت لك هذاك لارتيكل مليح تقراه باش تشوف العقليه كيفاش هما احسن ناس، هما اللي يعني هما احسن البشر. داروا كيما دار ابليس، عندهم عقليه تاع ابليس كي قال ربي سبحانه كيفاش انا نسجد للمخلوق خلقته من طين. رانا فيها، هذه هي العقليه تاع ابليس، هما خير منا. شوف نتنياهو واش هضر لما تكلم، لما نتكلم كيهضر على هاد العقيده جوديو كريتيان. ليه من كان يتكلم لليمين المتطرف. لازم هاد اليمين المتطرف نعطوله يعني الامكانيات باش يصعد، ومن بعد نحطوه قدام الامر الواقع. تجي مارين لو بان غدوه الناس تفوت عليها تولي رئيسه، واش راح دير؟ جوستومون هذا هو التخوف تاعهم، هو لازم نوصلوا ليه. رانا في بروباغندا تاع 2 قرون 200 عام. باش نخرجوا الناس منها لازم يتصدموا كيما مصدومين في غزه مع هذا الجيش، احسن جيش وديمقراطيه وهما احسن، يعني ما كاش منهم وقطع وهما دمويين. ومن جهه كانوا مكلبشين واحد المراه في مارسي في لاكار سان شارل، لولا واحد صور فيديو، انا حطيته الفيديو هذا في تيك توك، واحد صور فيديو الشرطه خافوا ومن بعد نحاولها الكلبشات وطلقوها. هذه هي العقليه ديال هاد الدمويين من الوقت اللي جات هذيك القبائل الجرمانيه صدمت على روما، ورانا في العقليه تاع الموت والقتل. ويقول لك الحضاره خرجت منهم، الحضاره ما خرجتش منهم، اوروبا ما عندهاش حضاره. كي يتكلم نتنياهو على هاد الديانات جوديو كريتيان، هذه حضارات شرقيه وديانات شرقيه. هو يهود خزري من خزر، يهود الخزر من وقتاش ولاو ساميون ومن هذه الساميون او ابناء اسماعيل عليه السلام. لكن درك انا في الاعمال اللي نعملها تانيك راني مع الاخوه اللبنانيين وفهمتهم في امور اللي هما بداو يتكلموا عليها وشافوا انه عندي الحق. قلت لهم انتوما سوريا رابت، العراق مازالها في مشاكل، نتوما لبنان مازال لكم شويه يعني ليكيليبر، لازم تسترجعوا تاريخكم ديال الديانات هذه الشرقيه، وخصوصا الديانه اللي داها الغرب ولات تاعو. انا كي نتكلم مع فرنسيين قول لهم هذا جيزو اللي تكلموا عليه سيدنا عيسى عليه السلام، قول لهم ما زاد لا في لندن لا في برلين لا في باريس، زاد في بيت لحم. هذه لازم نسترجعوها. واحسن حاجه يعني حتى وراحوا شهداء فيها اللي دارها الكيان وخدمتنا. نهار اللي ضربوا الكنيسه عندها 2000 عام، الناس قالت لك كيفاش كاين اين كنيسه عندها 2000 عام؟ علاه كيما الافريقيين خلصت وعاو فيها 5 سنين وانا نخدم فيها باش فهموا. دوك وليت نشوف في لي بلاتفورم تاع الافارقه كيقول لك الفرنسيين والانجليز جابوا لنا ليفانجيل الانجيل وداو ثورات تاعنا. قلت لهم لا، اثيوبيا كانت مسيحيه، الجزائر كانت مسيحيه، دوناتوس الكبير وسانت اوغسطين زايدين في الجزائر، يعني قبل الفتوحات الاسلاميه. نعم تتكلمي على قبل الفتوحات، والحمد لله دخلنا الاسلام. لكن احنا لازم نسترجعوا تاريخنا. رمضان عمامره كي راح قال لهم نو ميديا تجوز الميساج، يعني قبل ما يكون الفاتيكان احنا هاد الدين كان تاعنا وحنا جبناه لكم، ودرك الحمد لله نعمنا ربي بالاسلام ورانا درنا لكم المسجد الاعظم. يعني لو كاين تظني انه العلاقات بين ماكرون وتبون راهي تسير يعني نحو ما تريده الجزائر، يعني ملف الذاكره والارشيف رانا نشوفوا انه راه يتحرك شويه الموضوع هذا. لكن في نفس الوقت سياسه ماكرون اتجاه روسيا هل هي
كونتر خطة أو حقيقة يريد الدخول في حرب مع روسيا أو داخلة في إسقاط الجمهورية الخامسة؟ شوف، انا في ظني كاينه، لانه في الناس ما على بالهاش تانيك، هادوك لي غوليست كاملهم ساكنين في الروسه، وداروا وجمعيه حضر فيها لافروف. انا كنت شفتهم هكا في فيديو كونفيرونس، عندها عامين للان من اللي اندارت. كان عندها الحرب تاع روسيا ضد اوكرانيا واحد 6 شهور من اللي انطلقت، يعني يقول عندها قريب على 2 من اللي داروها. هاد الناس كامل راهم يساندوا في ماكرون، وراهم حابين باش يكون صدام باش نتهناو من هاد الصهيونيه، لانه اللي راح يصطدم ماشي فرنسا اللي حابه تحرر، اللي راح يصطدم هي فرنسا الصهيونيه التلموديه اللي راح تدارت الحفله تاعهم في ليليزي، هي اللي رايحه تصطدم كيما داروا في كاليدونيا. واش قلت لك انا؟ كنت تكلمت سبحان الله، تكلمت عليها شهر من قبل. كي تكون يعني نفهم من كلامك انه ماكرون حب يعني يخرج من الهيمنه تاع هذه الناس، ما قدرش، ما عندوش القدره باش يخرج بطريقه واحده اخرى، لابد يخليهم يشاركوا في الحرب. ماكرون او حاب يدير اصطدام بين هاد الصهيونيه وبين فرنسا الكاثوليكيه. داكو سما ربما هو يلعب دور باش يستفيق لي فرونسي تسوش يعني من النوم تاعهم. لهم فرنسا اختطفت من عند مواليها مع هذيك مع سقوط الملك ومع البروباغندا. ونرجعوا لذاك الوقت البروباغندا ما كانش يعني اللي يقدر يقول حاجه، لانه ما كانوش كاينين صحف هذاك الوقت، كانوا واش سموهم لي بولتان دانفورماسيون، ما كانش صحف، يعطولك غير تيتر برك ويقول لك عم بحرك اي ناضت حرب هنا. ومن بعد باش كي صرات الضربه تاع فرنسا هذه ونسقطوا الملك، ومليح الواحد يقرا، اني كنت بعتهولك ككتاب مسموع ديال اللي كتبه ويليام غايكار، اللي يتكلم على الصهيونيه وكيفاش توغلت في فرنسا، اللي واسمو لي بيون سور لي شيكي، احجار على رقعه الشطرنج. وهذا كتبوه كندي، ما كتبوش جزائري. نفهم من كلامك الأخت ليندا أن هناك صراع أجنحة، ما يسمى بصراع أجنحة في فرنسا. صراع الأجنحة في فرنسا بدا مع النهار اللي داروا الثورة الفرنسية، تقتلوا كلهم، تقتلوا ما خلاو لهمش حتى قبر، نصيبوهم في اللي يعرف باريس في لي كاتاكومب، جمعوا كامل هذوك لي سكيلات ثماك وخلاوهم يعني يرشاو في لي كاتاكومب لداخل مغاره في وسط باريس. اللي داروا الثوره باش يصلحوا فرنسا، ويروحوا لفرنسا بالملك تاعها ويديروا احزاب ويديروا برلمان. جات الصهيونيه خطفت منهم الثوره هذيك ودخلتهم في حرب اهليه. شوف كاين بزاف الناس، انت ساكن في فرنسا يعني انا ساكن فرنسا واسبانيا، يعني ما عنديش اقامه مؤكده يعني مؤقته. منين جات الكلمه وهذه؟ حتى الفرنسيين انا درت لهم يعني فهمتهم فيها، قلت لهم منين جات الكلمه تاع لا غوش ولا دغوات، اليمين واليسار، منين جات؟ هنا اللي تفهم باللي بدا من وقتاش بدا صراع الاجنحه، لما خرج الشعب الفرنسي ودار حراك ولا ثوره نسموه كيما نحبوا، مشى اليمين، هذا اللي نسموه اليمين، اللي كانوا لي نوبل وكانوا طالبين باش انه الملكيه الفرنسيه دير برلمان، مشاو للملك ومشاو الثوار الصهاينه اللي كانوا متخفيين مشاو عند الملك باش يقابلوه. هذوك لي نوبل الاشراف واللي كانوا يسعاو باش يديروا في فرنسا برلمان وباش يكون الشعب ممثل، كانوا قاعدين على يمين الملك. وهذوك الخبثاء اللي حابين يسرقوا الثوره الفرنسيه كانوا قاعدين على يسار الملك.
اني فسرت لكم كلش باش تعرفوا اليمين وتعرفوا اليسار ومنين جات وكيفاش جات وشكون هو اليسار. ميتيرون شكون حطوه اليسار، شكون لي سوسياليست، شكون اللي دار السوسياليزم الاشتراكيه؟ لعب حميده ورشام حميده. فوالا هذيك هي. الله المستعان. المهم الوقت ليندا، والله بارك الله فيك على هذه المداخله. حبينا نديروا تجربه في التيك توك هذا باش ما نطولوش على الناس يروحوا يصلوا صلاه العشاء. انا مازال على ياخذ 2 دقائق على واش قلت انت اليوم تحوس على واحد العباد. ارى هذاك التنظيم كنت نقرا عندها واحد نص ساعه، عندهم جريده الكترونيه، اعلنوا الحرب على النيجر، على المالي، على لا ار سي دي ريبوبليك تاع سنتر افريك، في هذه الديمقراطيه الكونغو الديمقراطيه، وعلى الموزمبيق، وعلى سوريا مساكن مازالهم عقاب السوريين، على مصر وعلى تونس، ونساو غزه. قال لك غزه هادوك لازم حتى نسقطوا الانظمه باش نروحوا نحرروها. هاي وين انا واصلين. رانا في الطريق الصحيح ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. مليح واش دار لنا ماكرون، عجبتني. هاي نلقاو على خير. نشوفوا الايام القادمه ان شاء الله. نحاول انا نهبطك باش نتعلم برك. استنى دقيقه. الو ديسكونيكتار الله اعلم. اوكي، من المفروض أن تعلمنا حاجة جديدة في هذا التطبيق. خاوتنا ربي يجازيكم كل من حضر، كل من بارتاجا وكبس في هذا اللايف. إن شاء الله من داك نفاجئكم هكذا بين المغرب والعشاء، بين الظهر والعصر، صديقوا على حسب الظروف. المهم كنا حابين نسمعوا رأي الأخت ليندا العرباوي في حل البرلمان الفرنسي اليوم. فهمنا باللي يخدمنا إن شاء الله ويخدم القضية تاعنا. نراكم بخير بإذن الله. اللهم نستودعناك الذين ظلموا ونجعلك في نحور الذين ظلموا. الحكاية وما فيها أن الجزائر رجعت لأهلها وأموالها، ومن أجل هذا تكالبت كل أجناس عليها. كان معكم أخوكم أبو سلمى الأندلسي وأختكم ليندا العرباوي في هذا البث المباشر عبر منصة التيك توك، على أمل اللقاء بكم في قادم الأيام. دمتم في رعاية الله وحفظه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.